الاهلي في كاس العالم للانديه بالمغرب للمره الثامنه والمره الثالثه على التوالي. الزمالك يحصل على اصعب 3 نقاط لحد دلوقتي في ماتش، مفيش اصعب من كده. وفي الدقيقه الاخيره النادي الاهلي يتعادل مع نادي فيوتشر في مباراه عصيبه جدا كانت سهله والاهلي صعبها على نفسه. كل ده هنشوفه مع بعض بالتفاصيل. مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب دي كانت مفاجأة للجماهير المصرية، وطبعا الخطاب اتبعت من الفيفا للاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت اللي كان النادي الأهلي بيلعب فيه مباراته في الجولة السابعة مع فيوتشر. هنعرف ازاي النادي الأهلي وصل لكأس العالم للأندية وشارك ل8 مرة، ودي المرة الثالثة ورا بعض بعد إسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم للأندية لتنظيمها لدولة المغرب. طبعا هيبقى الوداد مشارك كممثل لدولة المغرب أو هو المنظم، وفي الحالة دي كان هو في نفس التوقيت هو بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم البطولة النسخة الأخيرة. فهيشارك النادي الأهلي كممثل لأفريقيا، وكان هو وصيف البطولة نهائي البطولة الأفريقية اللي فاتت. وطبعا كلنا عارفين ان كده الاهلي اتحط في زنقه، ان فاضل 3 شهور على اقامه كاس العالم للانديه. فهل الاهلي محتاج صفقات، محتاج تدعيم، محتاج يدعم في خطوط معينه في الفريق عشان يكون جاهز لحاجه زي كده؟ كل ده هنشوفه، هنشوف الاداره ازاي هتخطط لموضوع زي دوت، وهنشوف ازاي النادي الاهلي هيرتب للموضوع دوت، وازاي اتحاد الكوره هينظم للنادي الاهلي المباريات بتاعته، وازاي الدنيا هتتاجل، ازاي النظام هيمشي عشان يوفروا للنادي الاهلي ان ما يحصلش اي اجهاد قبل بطوله رسميه زي دي، بحيث ان النادي الاهلي البطولات اللي شارك فيها في كاس العالم للانديه كان وجوده كان حاجه مشرفه جدا. طبعا لحصوله على المركز الثالث اكتر من مره، وحصوله على الميداليه البرونزيه، ومشاركه النادي الاهلي لاكتر من مره في بطوله كاس العالم، ودي المره الثامنه ليه. الاهلي مش غريب عن البطوله، الاهلي اسم كبير في البطوله، عمل لنفسه اسم كبير جدا من اول ما البطوله بدات لحد اخر نسخه. الاهلي حصل على المركز الثالث اكتر من مره. الاهلي كان بيشارك بقوه فعلا في البطوله دي، وحط اسمه في البطوله دي، واسمه اتعرف جدا. وبكده الانديه اللي هتشارك في بطوله كاس العالم للانديه للنسخه دي يكون نادي ريال مدريد الاسباني، نادي فلامينجو البرازيلي، نادي الوداد المغربي، النادي الاهلي المصري، نادي اوكلاند سيتي النيوزيلندي، ونادي سياتل الاهلي. هنتكلم دلوقتي عن ماتش الاهلي وفيوتشر. طبعا الاهلي بدأ الماتش بتشكيل محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمود متولي، ناحيه الشمال علي معلول، ناحيه اليمين اكرم توفيق، خط النص عمرو السوليه، حمدي فتحي، قدامهم محمد مجدي قفشه، اطراف الملعب كان حسين الشحات ناحيه اليمين، وناحيه الشمال كان شادي حسين، ومهاجم صريح كان محمد شريف. طبعا بدأت المباراه، الاهلي بدأ ماسك كوره كالمعتاد، استحواذ كامل. بدأ الماتش، بدأت نادي فيوتشر يدخل في مجريات الماتش، يبدأ يضغط برضو على الأهلي. بدأ الكرة كانت ما بين الفرقتين في أول تقريبا 10 دقايق، حصل التحام قوي جدا من عمر كمال عبد الواحد، خد فيه إنذار الأول. بعد كده الفار استدعى الحكم الكابتن أمين عمر وقال له إن لازم ياخد فيه كارت أحمر لأنه كان تدخل عنيف، خد كارت أحمر. وده بشبه كامل أثر جامد جدا على نادي فيوتشر، لأن عمر كمال عبد الواحد لعيب مهم جدا في الناحية اليمين أو في الفريق بشكل عام للكابتن علي ماهر. ومن هنا الاهلي بدأ يمسك الماتش، بدأ عمرو السوليه اللي كان بيتحرك بشكل كبير جدا في كل منطقة في الملعب، وكان مساهم جدا في الهدف الاول. طبعا حصل حاجة جميلة جدا يمكن مارسيل كولر عملها، ان كان خطورة شادي حسين وهو بره بيلعب طرف كانت ما كناش حاسين بوجوده في الماتش. بدأ يدخله هو في القلب كمهاجم صريح، ونزل محمد شريف على الطرف. وفعلا حصل الجون اللي جابه الاهلي حصل من جمله عباره عن عمرو السوليه مسك كوره بصاها بالظبط لمحمد شريف، محمد شريف لعبها بالعرض، استلم شادي حسين تحت ضغط، سلم للي جاي من تحت، وجه حسين الشحات حطها من مره واحده ببطن رجله، واحرز النادي الاهلي الهدف الاول في الدقيقه 32. من بعد كده بدات مجريات الماتش، كوره بقت نص الملعب بتاع فيوتشر، الاهلي استمر في الضغط من جميع الاتجاهات، من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. وعجبني جدا تحركات عمرو السوليه
اللي لعب ماتش كبير جدا النهارده. وفي الشوط الثاني بدأ الكابتن علي ماهر يعمل تبديلاته ويعمل تغييراته. عمل تغيير مهند لاشين وطلع عمر السعيد عشان يحاول ان هو يمسك نص الملعب، يحاول ان هو ما يخش فيه اكتر من جون، يحاول ان هو يعوض، فبيقفل الملعب كويس ان الاهلي ما يعرفش يجيب الهدف الثاني، لان لو كان الاهلي جاب الهدف الثاني كان الموضوع هيختلف تماما. بعد كده الكابتن علي ماهر حب برضه يغير وينزل تاني مصطفى البدري مكان محمد رضا بوبو. كان في الدقيقه 60 وبدات الشكل الهجومي للنادي الاهلي يقل. اللعيبه بتاعت النادي الاهلي حست خلاص ان انا كسبت الماتش، خلاص الماتش هيخلص، وده اللي احنا اتفاجئنا بيه. وبدا الكابتن علي ماهر يعتمد على سرعات اللاعب عبد الكبير الوادي في المرتدات اللي عملت مشاكل كتير جدا لمحمد عبد المنعم ومحمود متولي، وبدأ يتحرك في ظهرهم، بدأ يلعب كور طويلة. هي كانت عبارة عن كور بتطفش من منطقة الجزاء من فيوتشر، بس هي متوجهة ناحية اللاعب عبد الكبير الوادي عشان يخطف جون يحاول ان هو يتعادل. طبعا كثف التبديلات، نزل مصطفى البدري مكان بوبو، بدأ الاهلي ينزل هو كمان برونو سافيو، احمد عبد القادر، ونزول حسام حسن اللي في اول لمسة ليه لعب كورة من مرة واحدة جت في العارضة، جنش متقدم كانت هتسقط في المرمى وكان هيحرز الاهلي الهدف الثاني. كان في هجمه خطيره جدا اتلعبت برضو مرتده من ناحيه اليمين، طلع الشناوي وساب المرمى بغرابه شديده، وكانت ملعوبه مره واحده في المرمى وانقذها محمد عبد المنعم، وكانت هتبقى هدف التعادل لنادي فيوتشر. بعدها على طول اتلعبت نفس الكوره وكان دفاع النادي الاهلي سرحان في لعب كوره عرضيه ما بين محمد عبد المنعم ومحمود متولي، وتخش بغرابه شديده جدا في محمد الشناوي الحارس الكبير، ويتعادل نادي فيوتشر في الدقيقه 75 والماتش يبدا يشتعل. بعد الهدف اللي دخل في النادي الاهلي بدا الاهلي اللي كان المفروض يعمله قبل ما يدخل فيه الجون بدأ يعمله بعد ما دخل فيه هدف التعادل. بدأ يضغط فرقة فيوتشر اللي بقت تماما في منطقة جزائها. اتلعبت كورة خطيرة جدا جدا عن طريق كريم فؤاد تصدى ليها المتألق جنش، وفي الدقيقة 90 طبعا حصل ده الحدث الأكبر في الماتش. كانت كورة اتلعبت بالعرض عن طريق علي معلول، سعد سمير مدافع نادي فيوتشر شد اللاعب برونو سافيو من التيشيرت، وهنا قالوا لا ضربة جزاء، لا مش ضربة جزاء. الفار استدعى الكابتن امين عمر. بس في ملحوظة غريبة جدا يعني احنا بنشوفها بره وشفناها في كاس العالم، لقطة الفار بتبقى عبارة عن لقطة انت شفتها ورحت حسبت بيها، انما انا لما اقعد تقريبا من 4 دقايق ل5 دقايق عشان اشوف علي معلول كان متسلل ولا مش متسلل لحظة خروج الكورة عشان احسب بلانتي او ما احسبش بلان، طبعا دي بتفرق على تركيز اللاعب. اما اقعد 5 دقايق في كل الوقت ده عشان احسب كورة بعد كده اتحسب ضربة جزاء. طبعا حصل حاجة غريبة جدا من قفشة، تصدى للكورة ومسك الكورة، حتى راح له عمرو السولية وقال له يعني فيما معناه ما تشوتش البلن، لان مش المفروض ان انت اللي تشوط البلن، المفروض وجود علي معلول في الملعب هو اللي بينفذ ضربات الجزاء. طبعا دخل شاطها وجت في العارضه بعد كده على الخط، وخلاص كده الاهلي فقد نقطتين غاليين جدا في مشواره، وهو حتى الان متصدر الدوري. بس كانوا النقطتين دول برضه هيفرقوا معاه، وكانوا نقطتين سهلين وفي متناول النادي الاهلي. دول الاستهتار اللي حصل، الاهلي فقد نقطتين غاليين جدا قدام فيوتشر. وبعد ما الماتش خلص مارسيل كولر قال للعيبه لا تعالوا انتوا رايحين فين، يلا كلنا على الاتوبيس ونطلع على النادي عشان في اجتماع ونقعد نتكلم مع بعض. عجبتني حاجه زي دي، ان انا ابقى خسران نقطتين في بدايه الدوري في الاسبوع السابع وابدا الم فرقتي واقف عند النقاط القوه والضعف واقول لا انا غلطت في كذا، لا اصحح كذا، اضيف الجديد عشان اقف على رجلي ما اقعش تاني في نقطتين، لان نقطتين ورا نقطتين ورا 3 هيحصل زي الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، والمنافسه شديدة جدا وشرسة ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. ومن المتوقع ان قفشه هيتغرم بسبب اللي عمله في ضربة الجزاء، وطبعا مش بسبب ان هو ضيع ضربة الجزاء، لا بسبب ان هو مسك الكورة ونفذ ضربة الجزاء، وما كانش هو المفروض اللي ينفذ ضربة الجزاء بتعليمات من الجهاز الفني في وجود علي معلول. دلوقتي هنتكلم عن مباراة نادي الزمالك والبنك الاهلي اللي اقيمت في استاد القاهرة. حكم ساحة كابتن نادر قمر الدولة. التشكيل اللي بدأ بيه نادي الزمالك: في حراسة المرمى محمد عواد، قدامه في خط الدفاع حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ناحية الشمال احمد فتوح، ناحية اليمين المسلوسي، في نص الملعب عمرو السيسي، رؤى، امام عاشور،
وفي خط الهجوم احمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن. وبدا الكابتن حلمي طولان بالتشكيل محمد ابو جبل في حراسه المرمى، وقدامه في خط الدفاع احمد ياسين والعش، ناحيه اليمين اسامه ابراهيم، ناحيه الشمال اسحاق يعقوبه، في نص الملعب كان اسلام جابر ومحمود سيد ومحمد فتحي، وفي خط الهجوم ناصر منسي وكريم بامبو وكعو. بدات المباراه بشكل محدش يتوقعه. كل اللي كنا هنتوقعه في مباراه زي دي ان هنقول ان نادي الزمالك كان هيفضل ماسك كوره، واكيد كان نادي البنك الاهلي هيدافع طول المباراه ويلعب على خطف هدف كالمعتاد. لا، الكابتن حلمي طولان مدرب كبير وبيقول ازاي الفرق تلاعب الفرق الكبيره، ازاي انا هاجم، ازاي اضغط. عمل ضغط مكثف جدا من التلت القداماني لنادي الزمالك، لدرجه ان نادي الزمالك ما كانش بيقدر يبني الهجمه في الطبيعي زي ما مستر فيريرا بيبدا الهجمه من تحت، من بدايه من حسام عبد المجيد ويبدا يسلم نص الملعب. ابطل خطوره نادي الزمالك الشوط الاول كان مستحوذ على الكوره، الخطوره كلها كانت عند البنك الاهلي. في كورتين 2 انقذهم محمد عواد من كريم بامبو، وفي كوره كانت خطيره جدا برضه في الشوط الاول من ناصر منسي وانقذها محمد عواد، وكان نجم الشوط الاول محمد عواد. وانا من وجهه نظري شبهت الشوط الاول ان هو كان ما بين فريق البنك الاهلي ومحمد عواد بس، لان ما ظهرش اي خطوره لنادي الزمالك. ما شفناش اي خطوره لاحمد سيد زيزو ولا امام عاشور، التصويبات اللي بيعملها من خارج منطقه الجزاء ما شفناهاش. ودي حاجه تحتسب للكابتن حلمي طولان انه ازاي درس الفرقه يبطل هجوم نادي الزمالك الشرس. ما شفناش سيف الجزيري، ما شفناش يوسف حسن، ودي حاجه تحتسب للكابتن حلمي طولان. وانتهى الشوط الاول بالتعادل. الشوط الاول كان كله خطوره على نادي الزمالك. بدا الشوط الثاني ما شفناش اي حاجه لحد الدقيقه 60. كان الموضوع الكوره ما بين الفرقتين. بدأ من الدقيقة 60 يعمل تغييراته فيريرا، نزل شيكابالا، بدأ اللعب يبقى فيه رتم أسرع شوية. بعد نزول شيكابالا بدأت الخطورة تظهر شوية. بعد الدقيقة 80 بدأت الكرة تبقى سريعة، بدأ الضغط يبقى على مرمى محمد أبو جبل. بدأت فرقة البنك الأهلي طبعا يعني بعد ما عملوا المباراة يعني لحد الدقيقة 80 المعدل البدني قل، معدل التركيز قل، بدأ يركز على الهجوم من ناحية موسى دياورا. نزل الملعب محمد هلال. فعلا كان في كورتين شكلوا خطورة على مرمى الزمالك وبرضه تصدى ليهم محمد عواد. وبدأ مستر فيريرا يعمل تبديلاته، بدأ ينزل دونجا، شيكابالا، سامسون، يوسف أسامة نبيه، عمر جابر. بدأت خطورة الزمالك الفعلية اللي احنا دايما بنشوفها. بدأ يضغطوا بشكل كبير كل خطوط نادي البنك الأهلي. بدأ أبو جبل يضيع وقت في لعيبة كانت بتقع. الحكم ادى انذار لأبو جبل، حس ان هو بيضيع وقت. بدأت الخطورة كاملة تبقى على البنك الأهلي. فرقة البنك الأهلي كلها بقت في منطقة جزائها، وكانوا بيلعبوا على المرتدات لأن خلاص اللياقة البدنية المعدل البدني نزل. من بعد التغييرات بان شكل الزمالك، خطورة الزمالك. وفي كورة هي الوحيدة اللي شفنا فيها يوسف أسامة نبيه، وفي كورة خطرة اتلعبت من ناحية الشمال من أحمد سيد زيزو اوفر وسط سرحان من لعيبة البنك الأهلي ودفاع البنك الأهلي اللي ما كانش متمركز في الكورة الأخيرة، اللي هو خلاص قال انا اتعادلت فرحان ببونت طبعا واخده من نادي الزمالك بعد مجهود كبير جدا عملوه طول ال90 دقيقة. احرز الهدف يوسف أسامة نبيه بكرة عرضية ما قدرش يعمل فيها اي حاجة محمد ابو جبل. فاز نادي الزمالك بال3 نقاط، وكان فوز مهم جدا عشان يرجع الانتصارات تاني وقلل الفرق ما بينه وما بين النادي الاهلي. بعد تعادل النادي الاهلي مع فيوتشر، الاهلي بقى 19 بونت والزمالك بقى 17 بونت. وبدأ الزمالك كده انه يقلل الفرق النقاط ما بينه وما بين النادي الاهلي ل2 بونت بس. حتى كان الاستحواذ اللي عمله نادي الزمالك في نهاية المباراة، وطبعا نادي الزمالك كان مزعل جماهيره في الشوط الاول، انهى المباراة بنسبة استحواذ 60%. مبروك لنادي الزمالك الفوز، وهارد لك للنادي الاهلي التعادل. وكده الدوري بدأ يشتعل. كل ما فارق النقاط بيقل، كل ما الحلقة بتضيق، كل ما المنافسة بتشتد، كل ما المشاهدين بيستمتعوا اكتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة اللي اتكلمنا فيها ازاي النادي الاهلي وصل لكأس العالم للأندية، واتكلمنا عن الجولة ال7 اللي تخص النادي الاهلي ونادي الزمالك. شاركونا رأيكم في الكومنتات. الاهلي محتاج يدعم صفقات ايه في مراكز ايه عشان يبدأ يحط نفسه في منافسة كويسة جدا في كأس العالم للأندية. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وسلام.